السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد مع أخوكم محمد عمر. اتكلمنا في الفيديو اللي فات بقى عن بداية سلسلة الفيفو في 27، اتكلمنا فيه عن النسخة البرو وبالمرة النسخة العادية، وقلنا بقى نخصص الفيديو ده مختلف عن النسخة الفي 27 اي عشان هيكون فيها تفاصيل مختلفة شوية عن الهواتف التانية اللي كانوا بالأحرى يعتبر هما الاتنين هاتف واحد ولكن باختلاف المعالج فقط، وكمان السعر مش مختلف كتير عن بعض. تقريبا فرق السعر كان $60 بين النسخة العادية والنسخة البرو. فالنسخة الاي دي بقى للناس اللي عايزة هاتف كويس جدا بسعر اقل وسعر محترم، فتابع الفيديو للاخر بقى عشان تعرف سعر الهاتف وتفاصيل الهاتف كلها ان شاء الله. وقبل ما نبدا بقى كده ما تنساش تعمل اللايك الجميل بتاعك عشان بيفرق جدا في انتشار المحتوى. وخلونا نبدا اول حاجه بقى مع تصميم الهاتف. الفيفو 27 اي بيجي بنفس التصميم بتاع النسخه البرو والنسخه العاديه، رصه الثلاث كاميرات في الظهر في البامب الخفيفه دي مع رينج الفلاش بتاعهم، حاجه شيك وملفته. اول ما هتشوف الرينج بتاع الفلاش ده هتعرف ان ده الفيفو 27، واسفل منهم اللوجو بتاع فيفو. تصميم الهاتف من الامام بقى برضو نفس الشاشه المحترمه اللي بتحتوي على الواجهه الاماميه بالكامل باستثناء الهول بانش، ولكن هنا بقى في النسخه العاديه بقى اقل شويه، مفيش بقى كيرفات وحركات وحاجه بتوحي لك ان ده هاتف مثلا فلاج شيب، لا هنا شاشه فلات عادي، الهاتف بتاعك الفريم بتاعه فلات، مفيش اي كيرفات خالص. وهنا برضو خامات الهاتف معاك كلها من البلاستيك او البولي كربونات، مفيش هنا بقى زجاج ولا اي حاجه، ولكن هنا الهاتف مقاوم معاك للماء والغبار بمعياريه IP54، ودي حاجه طبعا قويه جدا في هاتف المفروض ان هو يعني بدايه فئه اقتصاديه او فئه متوسطه قليله. الهاتف هنا تقدر تحط له شريحتين 4G وكمان تقدر تحط له كارت ميموري، مفيش اي مشكله خالص. برضو الشاشه الموجوده في الهاتف هنا شاشه قويه جدا جدا، وهي شاشه اموليد، ودي من الحاجات اللي الواحد كان خايف يتنازلوا عنها، ان هم عشان يقللوا السعر والمواصفات والكلام ده في نسخه اقل يدوك شاشه مثلا IPS، ولكن هنا برضو ستيل شاشه اموليد محترمه جدا بحجم 6.62 بوصه، فول اتش دي بلس بكثافه بكسلات 398 بكسل بير انش، شاشه محترمه جدا طبعا بالوان محترمه جدا. والشاشه هنا برضو 120 هرتز، فانت هنا يعتبر في الشاشه في النسخه دي ما تنزلتش عن حاجات كتير، شاشه محترمه جدا وبتقدم لك تجربه ممتازه جدا في اللعب ومشاهده المحتوى والكلام ده كله. المعالج في الهاتف هنا بقى معالج مخصص للالعاب بالنسبه لك وحاجه فخمه جدا، وهو الهيليو جي 99، معالج من ميديا تك، معالج مخصص للالعاب، ومعاك شاشه 120 هرتز فهتقدر تلعب بكل اريحيه في النسخه دي. طبعا دقه تصنيع المعالج هنا اللي هو الهيليو جي 99 6 نانومتر، ودي حاجه قويه جدا، معالج مخصص للالعاب ما بيستهلكش طاقه كبيره معاك. والمعالج الرسومي هنا هو المالي جي 57 MC2. الهاتف هنا بيجي بنسخه 128 جيجا مع 8 جيجا رامات، والهاتف هنا بقى بيجي عليه السكين طبعا بتاعت فيفو فان تاتش 13 المبنيه على اندرويد 13، برضو واجهه سلسه كده وروشه اقرب ما يكون للواجهه الخام بتاعت اندرويد خام يعني. بالنسبه للكاميرا الاماميه بقى، الكاميرا الاماميه هنا 32 ميجا بكسل بفتحه حداثه اف 2.5، وبتصور فيديوهات 1080 ب 30 فريم في الثانيه. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الكاميرا اقل من النسخه البرو والنسخه العاديه، الثانيه كانت 50 ميجا بكسل وبتصور 4K لحد 60 فريم في الثانيه، كانت حاجه جامده جدا الصراحه. بالنسبه بقى للكاميرات اللي في الظهر، الكاميرا الاساسيه هنا 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8، والعدسه الاساسيه هنا فيها برضو OIS مثبت بصري، والكاميرتين الاخرى 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4، واحده ماكرو والثانيه عشان البورتريه والعزل. فانت هنا يعتبر معاك كاميرا اساسيه 64 ميجا بكسل، وهي دي الكاميرا اللي هتقدر تعتمد عليها. هنا مفيش عدسه وايد انجل، ولكن العدسه الاساسيه هنا رقمها محترم جدا وفتحه عدستها واسعه ومحترمه فعلا، وكمان هنا بتصور فيديوهات 4K 60 فريم في الثانيه، ودي حاجه قويه برضو. تخلوا عن وايد انجل والكلام ده كله، ولكن هنا برضو بتصور فيديوهات 4K لحد 60 فريم في الثانيه، فمش بس هاتف مخصص للالعاب ولكن برضو تجربه الكاميرات هنا هتبقى محترمه جدا في الهاتف ده. الهاتف هنا بقى بيدعم فتحه سماعات 3.5 مللي عشان لو عايز تلعب وتحط سماعات في ودنك تبقى حاجه كويسه جدا. والهاتف هنا بيدعم NFC، والبصمه برضو هنا موجوده اسفل الشاشه، بصمه سريعه جدا ومحترمه برضو. واللي فاجئ هنا في الهاتف ده مفيش تنازل في البطاريه ولا في سرعه الشحن، البطاريه هنا 4600 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع عن طريق منفذ تايب سي، والشحن هنا برضو زي النسخه البرو والنسخه العاديه 66 واط، ودي حاجه مهمه جدا لاي حد بيحب اللعب عشان هتلعب كتير بقى وبتاع، والشحن هينقص منك بسرعه مثلا لو انت ضاغط على الهاتف والكلام ده. تقدر بالشحن 66 واط ده تحط التليفون بتاعك على الشاحن 10 دقائق يديك مثلا حاجه مثلا زي 30% 40%، حاجه قويه جدا. طبعا الوان الهاتف هنا برضو روشه اكتر بقى، بيجي بثلاث الوان، هاتف مخصص بقى للشباب والالعاب والكلام ده كله، عايزين حاجه روشه، الوان فاقعه ومطرقعه، اللون الاسود واللون البنفسجي واللون الاخضر. وزن الهاتف هنا 185 جرام. ونيجي لاخر حاجه بقى بالنسبه لسعر الهاتف. سعر الهاتف هنا يا جماعه سعر
قليل بالنسبه للنسخه البرو والنسخه العاديه، كتير جدا يا جماعه. الهاتف هنا تم تسعيره $290 للنسخه ال 128 جيجا مع ال 8 جيجا رامات، ودي حاجه قويه جدا، يعني 8800 جنيه مصري تقريبا. فانت بالنسبه لك لو معكش فلوس البرو وعاجبك الهاتف ده، تقدر تجيب النسخه الاي منه، هتاخد فيها تقريبا التجربه كامله باستثناء مثلا المعالج اللي هو هنا اكتر مخصص للالعاب. الشاشه فيها فرق بسيط عن النسخه البرو، وطبعا في تنازل شويه في الكاميرات برضو عن النسخه البرو، لكن حاجات كلها طفيفه. فعلا فرق الفلوس يستاهل. لو انت عاجبك الهاتف ده اشتري النسخه الاي، هتبقى محترمه جدا معاك. وبس كده، دي كل حاجه عن الفيفو في 27 اي. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الاشعارات عشان توصلك كل فيديو جديد على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ومن دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.